عالسلامة. اليوم باش نحكيو على ديكتاتور الأبله. اليوم باش نحكيو على موسوليني. ولد موسوليني سنة 1883 وكان من أسرة فقيرة برشا، ومن صغرته تعرف بالهمجية والعنف. وسنة 1902 هرب لسويسرا باش ما يعديش الجيش، وبعد كي رجع لإيطاليا حكموا عليه بالحبس بتهمة الهروب من الخدمة العسكرية. موسوليني خدم معلم وروائي وصحفي، وسنة 1919 أسس الحزب الفاشي لمجد الدولة ويعادي الليبرالية والديمقراطية. وبالوقت الحزب الفاشي ولا دولة داخل الدولة ولا يقمع في الاعتصامات والاحتجاجات. وسنة 1922 طالب موسوليني الحكومة بتسليم السلطة، وإلا باش يقود مظاهرة شعبية كبيرة في اتجاه روما ويفك السلطة بيدو. موسوليني كان يدعو للعنف ويمارس في الاغتيالات ويعتبر هتلر هو القدوة متاعه. وسنة 1939 شارك في الحرب العالمية الثانية، وكان يكذب على شعبه وعلى العالم، وكان يدعي في القوة. وكيف فشل ذريع في احتلال اليونان وفي حربه مع الإنجليز في ليبيا، شعبه ثار عليه وخرج ضده في مظاهرات كبيرة، ولولا دعم القوات الألمانية راهو طاح من الحكم. وسنة 1945 وبعد ما بدأت قوات الحلفاء تحسم في الحرب، حاول الهروب لسويسرا، لكن الثوار شدوه وأعدموه على طريقة الخونة وعلقوه من ساقيه في ميلانو. موسوليني كان مثال للدوتشي الغبي والفاشل اللي قاد بلاده لهزيمة نكرة ومذلة.